الرعي بيتم في أفريقيا على المراعي الطبيعية ومساحتها الربع من المراعي عالميا، وآسيا فيها كده مركز أول، أما التاني بتيجي إفريقيا. والأبقار إنتاجها ضعيف، ما اقتصادية محدودة. ربع أبقار العالم وإثيوبيا فيها الأولى، بس ليه قيمة اقتصادية محدودة. ليه إنتاج لحوم ألبان ضعيف جدا بكمية محدودة، والأغنام تلت الإنتاج، والماعز نص الإنتاج. من فيهم الدولة الأولى دي نيجيريا، هي الأولى 84% إنتاج القارة الأفريقية من الإبل. أفريقيا الأولى، وخصوصا دولة تشاد دي أولى. والميزة في أفريقيا إيه؟ وجود صحراء مهولة